كلمة مستحيل معناها أنه توجد مشكلة لم تجد لها الحل بعد، ولكن يوجد لها حل. وكل إنسان وجوده يغير في كل الكون. كل الكون لن يكون كما هو اليوم بدونك. الإنسان مستحيل أنه يقدر يحسن من نفسه إلا إذا عنده أمل أنه عيوبه هذه ممكن في يوم من الأيام يتغلب عليها. الفحم مادة موجودة في الكرة الأرضية، منتشرة وقيمتها قليلة، ولكن تخيلوا أنه هذا الفحم تحت الضغط والحرارة الكربون اللي فيه يتحول إلى ألماس، وكذلك الإنسان يستطيع. لذلك قالوا أن كلمة مستحيل كلمة اخترعها الإنسان ليبرر بها عجزه. كل ما يعجز عن شيء يقول مستحيل. الشباب عندهم فكر، عندهم قدرة. الخلاصة الشباب مبدعين، عندهم عقول، عندهم أفكار، عندهم إبداعات. صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. أنا يمنى، أنا في ثالثة هندسة قسم عمارة، يعني تانية تخصص. الحقيقة ان انا بقالي كتير قوي مترددة في موضوع الفيديوهات وان انا اطلع واصور، خصوصا بوشي. انا من زمان بعمل فيديوهات بس مكنتش بطلع بوشي. صراحة كان بالنسبة لي ريسك ان انا اعمل حاجة زي دي، بس حسيت انه واي نوت. انا بحب حاجة زي دي وحاجة بتشجعني وحاجة انا بكون مبسوطة اصلا وانا بعملها، فواي نوت. انا بحب الموضوع ده قوي من زمان. يعني اول فيديو عملته كنت في ثالثه ثانوي، في اول ثالثه ثانوي خالص. ده كان فيديو كامل. من قبلها اصلا من وانا في اولى اعدادي تقريبا كنت بحب التصوير قوي. وبالمناسبه اشتغلت فوتوغرافر شويه، بس يعني عمارة اخدت وقتي، ف يعني خليتها ان هي تبقى هوايه، بس يعني مش كشغل وبزنس وكده. بحب التصوير من زمان، بحب ان انا اوثق لحظات كتير. بقالي فترة كنت بعمل فيديوهات بنزلها على التيك توك وبنزلها على انستجرام، وكنت بالنسبة لي انه اطلع بوشي واتكلم وكده ده كان من سبع المستحيلات تقريبا. بس مع تشجيع صحابي واخواتي حسيت انه اوكي نجرب، وما ندمتش الصراحة على التجربة دي، وحسيت ان انا مبسوطة باول فيديو انا بعمله. فان شاء الله ناوية ان احنا نكون مع بعض. الصراحة ناوية انه هتكون حاجات مختلفة، يعني حاجات راندوم. منها هتكون حاجات تخص الكلية، ايام المشاريع، ايام زنقة المشاريع، ايام الدراسة عموما، ايام الامتحانات، ايام التسليمات. هتبقى حاجات شوية مختلفة. كمان يعني كل حاجة هتعلمها في الكلية فرقت معايا هقولها. كل حاجة اتعلمتها في الحياة عموما وفرقت معايا هقولها. حاجة مريت بيها استفدت في حاجة منها كانت حلوة ووحشة، هحاول اقول لكم الدرس المستفاد منها او الحاجة اللي انا اتعلمتها. انا بحب حاجة زي دي قوي، وبحب ان انا يعني الحاجات اللي انا بعرفها اعرفها لغيري، لانه يعني غالبا اغلبنا بنمر بنفس الحاجات، بس الفرق يعني بيكون على قدرة تحمل كل شخص. فبحس ان دي حاجة بتصبر اللي قدامنا، او يعني لما بتيجي من حد لحد كده بطريقة بسيطة، طريقة صغنونة على حجم الفيديوهات اللي انا هعملها، بتكون واصلة للشخص اكتر. طبعا بعيدا بقى عن اللايف كوتشز والحاجات الكبيرة دي، احيانا انا مبفهمش كلامهم، بس الفكرة ان انا بتفرج على فيديوهات كتير من دي وبقرأ كتب ومريت بحاجات، فهكون قادرة ان انا ادي معلومة او هدي حاجة انا جربتها. فاتمنى ان انتوا تستفادوا وتكونوا مبسوطين معايا في الفترة اللي هنعمل فيها فيديوهات، واكون لذيذة على قلوبكم، وان شاء الله نتبسط مع بعض. فشخصيتي تختلف من فترة لفترة بتغير شخصيتي. فوش فائدة التصميم لطالما ان كل شيء ممكن اعيده من البداية؟ اي، وهذا شيء، اول شيء هذا شيء جميل انا اعتبره ان فعلا في اشياء قاعد تتغير وانت قاعد تتجاوب مع التغيرات، ما انت قاعد مشصب لا انا قلت ثاني ابتدائي انا بصير طيار ما مغير. هذا المهم انك انت تعرف نفسك وبالتالي تغير التصميم. انت كان عندك ذوق معين، تعرضت لاشياء في الحياه، تعلمت ومرت تجارب وخلاك تتخذ قرار انك تغير تصميم.
حياتك بحيث انه يكون بالطريقه هذه. انت كنت تتبع عادات غير صحيه، تعلمت انه هذا الشيء ما راح يكون من صالحي على المدى البعيد، غيرت تصميم نمط حياتك الصحي وصرت. فهذا شيء انا اعتبره مهم وطبيعي انه يجي مع العمر ومع الوقت. فانا مثلا ماني بزعلان انه ليتني اعرف عن تصميم نمط الحياه وانا عمري 15، لان صعب جدا انك انت تصمم فيه وانت ما زلت في مرحله جمع خبرات وتتعلم عن نفسك وقاعد تعرف عن وش قاعد يصير في حياتك. رغم انه يعني مهم انه ما نغفل الاشياء واحنا صغار وش قاعد نسوي او وش الاشياء اللي وعيت عليها وتربيت عليها، القيم اللي بنيت عليها، لان هذه نقطة يعني جزء لا يتجزأ من انت كيف اصلا تصمم نمط حياتك. تصميم نمط الحياة ما هو شيء انا باخذه كوبي بيست من احد، هو مهم جدا انه يكون مبني ومنسجم مع طريقة افكارك وقيمك وما تؤمن به، وبعدين الممارسات اللي انت قاعد تسويها بحياتك. فانا اشوف كثير يعني او دائما اعبر عنها ان يعني نمط الحياة المثالي بالنسبة للبراء يختلف عن نمط الحياة المثالي بالنسبة لعبد الرحمن.